في ظاهرة جديدة كده. بعض الناس بيطلعوا يعملوها، وانا مش عارف هي صح ولا غلط، بس انا مش مستلطفها. اللي هو يطلع يقول لك هو ليه في القرآن قال كذا وما قالش كذا؟ هو ليه في القرآن قال كذا وليه ما قالش كذا؟ هو ليه ربنا قال يا موسى وما قالش موسى؟ هو ليه ربنا قال له القي بعصاك وما قالوش ارمي العصايه؟ هو. وانا عايز اقول لك، هو بدل ما انت بتقول هو ليه ربنا قال كذا وليه ربنا ما قالش كذا، اسأل نفسك انت ليه بتقول كده. بمعنى هقول لك، هو ربنا قال يا موسى عشان ربنا كان عايز يقول يا موسى، عشان انت جاي بعد ما ربنا نزل القرآن وتفسر وتقرأ وتحفظ، وانت جاي تقول هو ليه قال كده وليه ما قالش كده. انت مالكش دعوة هو ليه قال كده وليه ما قالش كده. رب العزة، رب الكون، رب كل شيء، هو عارف هو ليه قال يا موسى وليه قال القي بعصاك وليه قال في كهفهم وليه قال وازدادوا 9 وليه قال وكلبهم باسط ذراعيه. بدل ما انت بتاخد الامور اللي هي المرتبطه بهو ليه قال دي وليه ما قالش دي وترجع تفسرها، اقعد انت مع نفسك كده واسمع، او فسر مثلا ذو قوه متين، او اقعد مثلا فسر مع نفسك. ف يعني نبطل الكلام اللي هو ما بيؤديش جدوى، ملوش منفع. مش هتوصل بينا ان احنا كمان دلوقتي نقول هو ليه ربنا قال كده وليه ما قالش كده.